الفيديو ده كبداية هيزعل ناس كتير جدا مني. هو عامل زي فيديو العمرة كده، لا مترتب ولا هيتمنتج وهينزل زي ما انا بصوره. هقوله كده يعني، هي رصاصة هتطلع وزي ما تيجي. إن انا امبارح طول اليوم ماشي بفكر فيها، فنشاركها لبعضينا كده مع بعض. انا فين؟ انا في الامارات. الحمد لله بحتفل بحصولي على الاقامة الذهبية من دولة الامارات. طول ما انا بحتفل امبارح الناس كلها عمالة، يعني انا جيت في شركة اسمها الموفق جابتني، حتى خدها اعلان يا سيدي. قالوا لي احنا جبنا لك الاقامة، قدمنا لك عليها، الحكومة قدرت شغلك في السوشيال ميديا وبرامجك وحاجتك، ومن باب تقديرها ليك قالت لك الاقامة الذهبية. تعالى. جابوني حجزوا لي اوتيل، خدوني من المطار لحد الاوضه، ومن الاوضه خدوني يعني خلصت الموضوع كله. وبعديها عملوا لي احتفال كبير جدا، وصوري مطبوعه في كل مكان وعلى بلالين وتورته. يعني كان احتفال فظيع، اكبر حتى من الحجم اللي انا شايفه لنفسي كوليد مصطفى. وهم والله بجد زي الافلام كده، وهم مبسوطين والدنيا كلها مشهيصه. انا عمال افكر في حاجه واحده بس. ليه اللي متابعني من زمان، انا كنت مهندس متخصص في الاعمال البحريه، دي كانت مهنتي الاساسيه. وكان نفسي يبقى ليا قصه كفاح في الميديا مثلا في بداياتي، يعني اللي هو اقول لك انا كنت بركب الميكروباص واكل اندومي، بس هو مش كده. انا كنت بعمل فيديو هزار مع اهلي، فجاه لقيته فايرال، اللي بعديه فايرال، اللي بعديه فايرال. اتعلمت بقى تصوير واخراج ومونتاج وكالرنج، وعينت تيم وعملت برنامج فضفضه، ودلوقتي في برنامج اكبر للناس. يعني انا طورت نفسي بعد ما ربنا كرمني في البدايه، ما خدتش السلم بقى ان انا بحاول وبقى ما كانش في بالي اصلا يعني. وفي الفتره اللي انا طلعت فيها ما كانش في حاجه اسمها هوجه الانفلونسرز والكلام ده. وهما بيحتفلوا بيا والله العظيم، والله يا جماعه عمال افكر في حاجه بسيطه جدا. في 2014 سافرت من مصر الى بلد ما بحبها قوي، اتربيت فيها وكده، واشتغلت مهندس. وللاسف على حظي انا كان معظم مديريني مصريين. انا بحب المصريين جدا، بس على حظي الوحش، يعني كلمه للاسف دي عشان حظي الوحش، ان انا مديريني المصريين اللي كانوا هناك في البلد دي، لو هم 8 في 2 بس كويسين، 6 مؤذيين. شفت منهم اذيه ملهاش حل. وبعمل الفيديو ده ليه؟ عشان انا ليا اصحابي في الغربه لغايه دلوقتي بيتاذوا من نفس الاشخاص دي ومن اشخاص شبههم. معرفش ليه في فئه كده معينه بتاذي ولاد بلدها في الغربه، معرفش ليه. كان دايما وانا في 2014 بيهددوني في الشركه دي ان احنا هنرفدك. وكانت اكتر حاجه مخوفاني فكره الاقامه. يا لهوي، ده لو رفضوني هحاول اقامتي على مين؟ انا اهلي خلاص ما بقوش في البلد، هرجع تاني مصر خيبان، هتبقى قصه فشل. كنت شايف ان حياتي محورها الاقامه، واقامتي في البلد دي اللي هي كنت سنه وكل سنه بتجددها، فلازم كفيلك يوافق. وكنت شايف ان دي بدايه ونهايه الدنيا. كنت صغير وعبيط، ومش عارف ان الفكره في ربنا سبحانه وتعالى، اللي جابك هنا وجابك هنا وجابك هنا وجابك هنا. عمري طبعا، يعني حط نفسك مكاني، عمرك وانت مهندس في موقع مرمي بال 12 ساعه في البحر، مديرك زلك وكل شويه يقول لك هنسحب منك عربيه الشركه، هنكنسل لك اقامتك، القرف ده، وانت صغير بتبني مستقبلك لسه. واحد كبير بيقبض قد مرتبك 5 6 مرات وبيكلمك كده، طبعا هتبانك طبعا. وانت صغير وجلدك مش تخين وما عندكش درجه التسليم والنضج اللي عندك دلوقتي، هتبانك. فكنت فاكر ان دي نهايه العالم. امبارح وانا باخد الاقامه الذهبيه 10 سنين في الامارات، بلد كامله مقدراني الحمد لله رب العالمين، وجايبيني وبيحتفلوا بيا وخد الاقامه وعايزينك تيجي عندنا كتير وي وي وي. عمال افكر قد ايه انا كنت عبيط، قد ايه في ليالي كنت ما بعرفش انام من الاوفر ثينكينج، ان انا هيكنسلوا لي اقامتي ويوقفوا اكل عيشي. ايه الهبل ده؟ طبعا مين كان يقول وقتها ان انا هشتغل في مجال تاني فربنا يكرمني فاتشهر فبلد تانية كامله تكلمني طبعا. بس كان المفروض وقتها يبقى في ثقة في الله، اللي هو طز في أي حاجة. رزقك فوق، رزقكم في السماء وما توعدون. الآية دي حرفيا أنا عامل الفيديو عشان أفهمك أنا مشيت معايا إزاي. فسبحان الله الناس بتحتفل وبيضربوا الشماريخ اللي هي السخيفة دي اللي بتضرب في القفا، وأنا قاعد بفكر كده بيجي في بالي شريط الإقامة والتجديد وده يقول لي هتترفد، وشكله الغتت وهو بيقول لي كده، ومنظره اللي تحس إن الغضب على وشه كده وهو بيقول لك، وقد إيه كان راجل غتت، مش هقول اسمه بقى. فالفيديو ده أنا عامله عايز أقول لأي شاب صغير أو حد مديره بيضايقه، او فاكر ان رزقه بايد حد، او في حد بيضغط عليه الضغطه اللي انا من كتر الضغطه جات لي ثعلبه. على فكره عايز اقول لكم على معلومه، انا زمان في اوائل فيديوهاتي هتلاقوا الحته دي كانت فاضيه، وكان بيجي لي كومنتات بقى تريقه، وانت الحلاق كلك نص شنبك. ما كنتش بتكلم، كان نفسي اتشهر بقى واتعرف. دي كانت ثعلبه، كانت بتيجي من الضغطه العصبيه. انت متخيل كان مودي شاب عنده 25 26 سنه لايه باذاه؟ فدي رساله لكل واحد فاكر ان رزقه بايد حد. اعقل، اعقل وخد العبره مع حق، والله ما تعرف بكره جايب ايه. ورساله لكل واحد كبير ربنا كرمه بيجي على اللي تحتيه، ودول كتير جدا خصوصا في الغربه. اعقل برضو، لان مديري اللي كان بيضايقني ده اترفد. اللهم لا شماته بجد والله، يعني ربنا مش هدعي له، يعني ربنا يكرمه ماشي. فامبارح اولا
بشكر طبعا الشركه وبشكر حكومه الامارات وبشكر الاماراتيين، بشكركم ان انتوا وصلتونا لكده بعد ربنا وكل حاجه. بس والله الشريط عمال يجي في بالي قد ايه الواحد كان عبيط. يعني حتى انت هتشوفني كده في الفيديو اللي انا منزله على الانستجرام بضحك كده ضحكه، انا نفسي مش عارف الضحكه دي طلعت لا شعوري مني من حته اللي هو يعني انت هتشوف ضحكه كده بتاعت واحد متنح كده. انا كنت بفكر في الموضوع ده. الفيديو مش مترتب وطويل 6 دقايق بس، لو انت محتاج تسمع الكلمتين دول فانا بقول لك والله انت ما عارف بكره جايب ايه، والله العظيم اللي بيضغط عليك وانت عامل له حساب ما يسواش حاجه قدام ربنا. والدنيا بتلف، هتيجي ايام صعبه وايام سهله وايام حلوه هتقعد تحتفل بيها بنجاح. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظن انها لن تفرج. بتاخد سنه، بتاخد سنتين عادي. وعلى فكره دي مش قصه وليد مصطفى بس، انا صاحبي الانتيم احنا كنا مع بعض ايام الجامعه، كان من سنه في مصر بيعيط عشان اترفد من شغله واموره صعبه وكان مستلف وحالته بالبلا. قابلته امبارح في مول الامارات وتمشينا وقال لي فرجت، والله العظيم قال لي فرجت وشغال واشتغلت في شركه ورحت شركه تانية بقبض قد اللي كنت باخده مره ونص في نفس البلد، واحنا ماشيين لقى 100 درهم على الارض. قال لي دي اللي احنا كلنا بيها النهارده، هنستنى نص ساعه لو ما لقيناهاش يبقى خلاص ربنا اكلنا. بتفتح، لازم يبقى ظنك في ربنا حلو، ولازم يبقى تقديرك للاشخاص على قد حجمهم وعلى قد امكانياتهم. ده هيعيا، ده بني ادم ايا كنت شايفه قوي كده يعيا ينام على السرير كده يترفد كده يموت، في الاخر ربنا موجود. مبسوط بسبب الاقامه الذهبيه، حاسس ان هو تقدير لتعب 5-6 سنين بجد، والريسك خدته ان انا اسيب شغلي وانزل مصر في الكورونا والحاجات كتير جدا، والديلز قلت عليها لا وفي الاخر كل اللي انا عملته ده ما يسواش، هو ربنا كرمني. فالكلمتين دول ليك او ليكي لو حاسس ان انت داون او مضغوط عليك، والله الدنيا حلوه وثق في ربنا هيديك على قد ثقته. هو ربنا بيقول انا عند ظن عبدي بي، مش هقول بعديها حاجه. السلام عليكم.